السلام عليكم ورحمة الله. قبل مشاهدة الفيديو نرجو منكم الاشتراك في القناة ودعمونا باللايك وشكرا. أبدأ الإطار الوطني التونسي السيد فوزي البنزرتي عن رغبته في قيادة الاتحاد التونسي لكرة القدم مستقبلا القريب، وأنه يقترب من تقديم ملف ترشحه خلال الفترة القادمة. وصرح المدرب السابق لكل من الأندية التونسية والأندية المغربية السيد فوزي البنزرتي في حواره مع القناة التونسية عن غايته في الحصول على منصب رئاسة الاتحاد التونسي لكرة القدم، حيث صرح قائلا: أفكر في رئاسة الاتحاد التونسي لكرة القدم، والتقديم ترشيحي ليس مستبعدا. وأكد البنزرتي في حديثه أنه يمتلك القدرة ومنهجية جديدة في التسيير الرياضي، ولديه الخبرة الواسعة والدراية الكافية لقيادة الاتحاد التونسي والنهوض بالكرة التونسية. وتأتي فكرة الترشح لرئاسة الاتحاد التونسي بعدما بات البالغ من العمر 74 سنة على أبواب الاعتزال من مجال التدريب، حيث يعتبر أحد أنجح المدربين على المستوى التونسي والإفريقي، بل لأنه أكثر مدرب حصل على البطولة التونسية برصيد 10 ألقاب، وكذلك على المستوى الإفريقي حيث حقق 5 ألقاب.